على فكرة مش لازم السجن يبقى حيطان وأسوار. كتير قوي من الناس اللي ماشيين أحرار في الشارع وإحنا أنفسنا مساجين. بس مساجين في إيه؟ إحنا مسجونين في موقف، مسجونين في حدث، مسجونين في الماضي، مسجونين في إساءة، مسجونين في ألم. والألم ده أسوار وأبواب حديد قفلنا عليها ورافضين نفتحها لألا نطلق الآخر حر. بس في الواقع الآخر اللي أذاني وجرحني هو حر وأنا اللي عايش جوه السجن. النهارده عايز أتكلم عن موضوع عن الغفران، مش الغفران للآخر، الغفران ده لي أنا. لأن المرارة اللي بتبقى ناتجة عن الإساءات بتأذيني أنا، دي سم أنا اللي بشربه، والآخر اللي جرحني أو أساء إلي هو ماشي حر. إحنا عايشين في عالم مش معقد، عالم مش نقي، طبيعة ساقطة، كلنا أخطأنا وبنخطي وهنخطي تاني، إحنا والناس اللي حوالينا. ناس بيسئوا لنا وإحنا بنسيء للناس، ناس بيغلطوا فينا وإحنا بنغلط في الناس. ممكن أكون اتجرحت من إيه؟ ممكن موقف، فعل حد عمله فيا، أو عدم فعل كنت منتظر حد يهتم، عاوز حد يسأل، كنت متوقع ان بابا يديني حنية وحب ويسأل عليا ويهتم بيا، ما عملش. فانا ممكن اتجرح من فعل اتعمل او فعل كنت محتاج له ما اتعملش. ممكن اتجرح من كلمة بيجيبوا سيرتي، يتكلموا عليا، اهانوني، وصفوني وصف وحش، وانا نفسي بعمل كده في الاخرين بس الفكرة ما باخدش بالي. ممكن اتجرح من مجرد آراء أو اتجاهات، فلان ما بيحبنيش، فلان بيستغلسني، فلان مش مهتم بيا، فأنا مجروح لاتجاهات جوه نفس الآخرين.